فلانة خلعت الحجاب، وفلانة لبسته، فلان وفلانة اتطلقوا، فلان خان مراته. شفتوا فلانة بتقول ايه على صاحبتها؟ شفتوا فلانة كانت بتكلم فلان وكانوا آخر انسجام؟ ماشي عبد السلام. وهلم جر، ونبدأ جلد في خلق الله. ربنا قال: ويل لكل همزة لمزة. ومن الأول كده وقبل أي حاجة، مش هنجادل في قصة الحجاب فرض، فهو فرض زي ما الصلاة فرض. هل كل الناس بتقضي فروضها؟ كلنا بنمشي على سطر ونسيب سطر، وأحيانا كتير صفحتنا بيضة، وأحيانا كتير نقطها سودا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. المهم إننا نرجع في الآخر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. وزي ما الست ليها عورات، برضو الراجل ليه عورات. هل هو بيلتزم بده؟ عندنا مشكلة إننا بنحلل كل حاجة للراجل، مع إن الحرام على الست حرام على الراجل. ربنا ما فرقش بينا غير في الجنس. زي الخيانة كده، بنسميها غلطة ونزوة للراجل، والست بنرمي عليها الحد. وربنا قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. يعني الخاين بيخون ربنا قبل أي حد، كبيرة قوي. وقال لنا برضو: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما قالناش نجلد الست ونسيبه أصله راجل. وزي قصة إن حواء هي اللي خرجت سيدنا آدم من الجنة. معرفش مين حور القصة دي وأقنع الناس بيها، وعاشوا عليها سنين. وربنا قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني كانت وسوسة شيطان، مش حواء السبب. فين المشكلة في ايه؟ مش في اللي بيحكي، في اللي قاعد مدي ودانه وبيسمع. المهم انك كتير قوي بتكون عارف ان الكلام كله كده، وهو عمال بيحور عليك، وهو تلاقيه نايم من امبارح ولسه صاحي وجايلك، وقال يثبت حضوره بكلمتين ويجيب في سيرة الناس. لو مش عاجبك حاجة في حد، مش من حقك تلوم عليه وتجيب في سيرته بالباطل من وراه، حتى لو كان الكلام حقيقي. فربنا أمرنا بالستر، واللي هتكلم عن عيوبه وعرضه النهاردة ممكن ابتلى بيه بكرة. ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني لسانك ده هو اللي بيحدد مصيرك. ربنا قال لنا آية جميلة لخصت كل الكلام ده: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. دائما اسألوا الله الثبات، وأن يحفظ ألسنتكم عن العالمين. ربنا يحفظنا جميعا.